ويا هلا، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله كله بخير. مقطعنا لليوم يا اخوان راح نشرح ان الهاتريك وشلون جت تسمية الهاتريك. بدأت تسمية الهاتريك برياضة الكريكت، عندما كان اللاعب يخرج 3 لاعبين يعطونه جائزة قبعة، والقبعة ترجمتها بالانجليزي هات، فصارت تسمى هاتريك. وانتقلت هذه التسمية للعديد من الرياضات ومنها كرة القدم. وصارت من يسجل اللاعب 3 أهداف يسمى هاتريك. أنواع الهاتريك: النوع الأول هو الهاتريك المثالي، هو أن يسجل اللاعب هدفا بالقدم اليمنى وهدفا بالقدم اليسرى ورأسية. وأكثر لاعب تسجيل الهاتريك المثالي في تاريخ كرة القدم هو اللاعب كريستيانو رونالدو ب9 مرات. النوع الثاني من الهاتريك هو هاتريك الحرات، وهو شيء نادر في كرة القدم وحدث مرة واحدة في التاريخ، وسجله اللاعب الصربي ميهايلوفيتش في مباراة لاتسيو ضد سامدوريا عام 1998. النوع الثالث هو هاتريك الأسيست، وهو أن يصنع اللاعب 3 أهداف في مباراة واحدة. هناك العديد من اللاعبين الذي قدموا هاتريك أسيست، وأكثر لاعب في التاريخ هو اللاعب ليونيل ميسي ب9 مرات، وثاني أكثر لاعب بالتاريخ هو مسعود أوزيل ب8 مرات. بس دقيقة يا إخوان، قبل لا نروح على النقطة الرابعة من أنواع الهاتريك، حطوا لنا لايك وحطوا لنا متابعة على مود نقدر نستمر بنشر المحتوى ونقدم محتوى أفضل. النوع الرابع هو هاتريك تسلل، هو أن يسجل اللاعب سيء الحظ 3 أهداف ولكن تلغى بداعي التسلل. ومثال على ذلك اللاعب موراتي في مباراة ودية أمام نادي برشلونة، واللاعب إنزاغي أيضا سجل هاتريك تسلل. وهاتريك البلنتيات سجلوا العديد من اللاعبين، وكان آخرهم هو اللاعب باتريك كلويفرت ضد ولفرهامبتون في الجولة 13 من منافسات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي. وهسه راح احكي لكم عن اسرع وابطا هاتريك في تاريخ كرة القدم. اسرع هاتريك كان من نصيب اللاعب ساديو ماني عندما كان يلعب نادي ساوثهامبتون ضد نادي استون فيلا، سجل هاتريك خلال 256 ثانية فقط. وابطا هاتريك كان من نصيب اللاعب تومي روس الذي استغرق اكثر من 90 دقيقة لتسجيل الهدف الثالث بعد تمديد المباراة الى الاشواط الاضافية. اذا عجبكم المقطع وتريدون نقدم هيك مقاطع، حطوا لايك ومتابعة، اكتبوا لنا بالتعليقات واقترحوا لنا مقاطع، يعني اي شيء تحبون نقدمه اقترحوا لنا يعني.